أتمنى إن يا أخي الناس ينظروا في بابا نوسة أكتر مما إن ينظروا في فاشر. رفاق بتاع فاشر ده ما خلاص. ربنا يا أراد زي ده إنه إحنا بعض الناس صلوا بعض الناس صلوا، لكن في بعض الناس فالدولة ما تقعد تنظر لناس ديل بنظرة بتاعت هم أبطال. لا، أنت على الحرام قبل ما جنجوي داسي الآن كلهم ينكبوا في بابا نوسة، كلهم نفس السيناريو بتاع فاشر هسه الان حاصل في بابا نوسة. يعني نكون بالمنطقين، كل فتره كل سقطوا منطقه كان هم بيسحبوا، كل مره بيسقطوا منطقه بيسحبوا ديل ما بشريه انهم هم ضد نفس نحن ما حملناها هسه الان بابا نوسة قاعد يحملها واكثر بنفس الصوره الفاشر حملها. بس الان بابا نوسة قاعد يدفع فاتوره فيها ليلا ونهار. ما بيقدروا بيتكلموا على مستوى الاعلام انه احنا قاعد يحصل لنا كذا وكذا وكذا. الداغا ما زي ما وروه. فنتمنى انه الليله قبل بكره تفك ابو ام الارض. ما في حاجه بوقفك من انه انت بتوصل اخواننا في بابا نوزه بعد ذاك فاشر تعال لي فاشر. لكن اذا انت قاعد تتفرج لبابا نوسة زي ما قاعد تتفرج كان لفاشر هتفقد في ابو نوسة وهتفقد رجال. وبعد شويه نجي انه احنا نتكلم انه يا اخي عفى الله عما سلف وجيشا واحد وشعبا واحد ومشتركه فوق وبراؤون فوق وضراؤون يا رسول الله. هنقعد نتكلم في نفس المربع نفقد رجال ونفقد رجال. لا 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 لا، كلام دي مرفوضة والله. سيناريو بتاع الجنينة يتكرر في زالنجي، سيناريو بتاع زالنجي يتكرر في نيالا، سيناريو بتاع نيالا يتكرر في فاشر، سيناريو بتاع فاشر هسه الآن قاعد يتكرر في بابا نوسة. ده الأشياء المرفوضة تماما، مرفوضة مرفوضة رفض تام، مرفوضة رفض شامل كامل من الدولة، سواء كان برهان ولا مني ولا جبريل ولا كيكل ولا كلهم كان أي زول مسؤول من الدولة. كلام ده مرفوض إطلاقا. أمشي على هقول رفاق ده يا زول، خلوكم من كلام الفارغ اللي انتوا سووا على مستوى ميديا. الليله زورنا معسكر الدبه وبكره زايرين معسكر دبه وبعد بكره زايرين معسكر فلان. لا لا، إحنا ما حياتنا نعيش على معسكرات يا زول. احنا قدرنا نعيش احرار يا زول، ما قدرنا نعيش انه احنا نقعد في معسكرات يا زول. شنو انت تزور لي معسكر وفلان نجي يزور معسكر وفلان نجي يعمل ترويج اعلامي لمعسكر؟ لا، احنا دايرين انك انت تعمل زياره لبابا نوسة، تعمل زياره لفاشر قنقر، ما تعمل لي زياره في معسكرات بتاعت النزول واللجوء يا زول. زيارتك يكون جوا هناك في ميل البل يا زول. كلكم كخيارين ذات بيه برهان بيه مني بيه كلهم جوا هناك ميل الادو ده. لكن زيارات بتاعت معسكرات، زيارات بتاعت فلان علان، انا ليله ماشي لحته الفلاني مبادره فلان داك مشت لحته الفلاني مبادره علان داك. لا لا لا، ده كلام اطلاقا ما بيمثلنا والله. هنا ناس رجال كده ما بيمثلنا. ادونا ما ارجل منا ترى، والله العظيم ادونا ما ارجل مننا نهائي. لطالما ان احنا عندنا وخوت، عندنا البلي، عندنا الحديد، عندنا الرجال، والله انا ما ارجل مننا والله. همنا الاول تزور بابا نوسة ده، بعد زرت بابا نوسة تعال زور لنا دارفور ده بعدين. انت زرت بابا نوسة ما انا زرتنا هنا ده. والله جد الليله بيهمنا بابا نوسة اكثر ما يهمنا فاشل. فاشل تفضل فيه شنو مبيد مكسر بس يسوي فوق شنو يعني. تعال زور بابا نوسة انغوز الرفاق ديل خليهم هم يحسوا نفسهم انهم هو ابطال. احنا بكره رفتهم معسكر بتاع بابا نوسة في حته فلاني او في حته لا لا لا، والله ما في اقول له معسكر يا حياتنا ده كله من 2003. لا لا ما عايشين في معسكرات بس. ناس اول متى يجي يسوي لك انه احنا عملنا معسكر في حته الفلاني وصورنا بتاجروا باسم اهلنا النازيين واللاجئين يا زلمه. ده ما حاجه يمثلنا هنا كسودانيين اطلاقا، ذاته مرفوض. مرفوض تجاره بيننا هنا كدول ومرفوض تجاره هنا بيننا المجتمع الدولي ككل اطلاقا. مع احترامي لكم كنا الجواب معلش اثرناك كثير والله، يعني جرينا في حقك. تحية لك ما يا بدر، موجود يا وإن شاء زول. الله يومين تلقونا قدامكم إن شاء الله. تحياتنا يا شباب. كاب مشهودين جدا بالجهود اللي انتوا قاعدين تقدموها على مستوى كردفان، ومشهودين جدا باخواننا اللي قاعدين يقدموها على مستوى الميديا، سواء كان من اخونا ود ملك او سواء كان من اخونا فارس او كل الطرابور وكل الجيش اللي قاعدين. والله لازم احنا مشهودين جدا بالحياه اللي انتوا قاعدين تسووها. احنا يوميا معاكم، سواء كان بالصفحات يوزر معاكم، بصفحات تانية معاكم. احنا قاعدين نسمع في انه انتوا قاعدين تقولوا في شنو، وانه انتوا يا قاعدين تقدموا في شنو. والله العظيم احنا معاكم وسامين جدا. انا بشركم تماما تبشيرات بصورة واسعة. اقسم بالله العظيم احنا في اتم الصحة والعافية واحنا عايدين يعني. فالناس ما تفتكر انه الفاشر سقطت، لا، ده اداب مرحلة بتاعت حفلة بدت يا اداب احنا بنشوفها، او مرحلة بتاعت بالليل بدت يا اداب. مبدئيا بدأت من كردفان، فكلنا يا تتوخونا تماما في دقائق الأخيرة أو الساعات الأخيرة تلقونا هنا متواجدين على مستوى كردفان.
والله العظيم لن يهز شعرة من راسنا. الشهداء اللي استشهدوا ديل كلهم أنا هنا نعتبرهم من أجل إن يا أخي يحفظوا كرامة بتاعت سيادة الدولة. هذا على مستوى الفاهر وما حافظ كرامة الدولة، حافظوا سيادة الدولة وحافظوا سيادة بتاعت رفاقهم وحافظوا سيادة بتاعت الناس اللي هم أصلا واثقين دعوة إنه يرفعوا قضيتهم. فيا جماعة ما في زول من فاخر طلع من دون ما أكل بلي. أقول عليكم بالواضحة ما في إنسان طلع من فاخر من دون ما هو أكل بلي، من دون ما هو شبع من البلي. أنت بتلقى أخوك واقف لكن ما بتقدر ترفع أخوك من أجل إنك أنت تنتقم على مكوك. أهم حاجة عندنا على مستوى الفاخر، فإحنا شايفين كتير يا كاميرا آدم جنى وكنا الجوابة، شايفين على مستوى الميديا وعلى مستوى الحياة في بعض الاشياء انتوا قاعدين تسووها والله قاعدين توجهوا في ضمائرنا. اشتغلوا نفس الشغل اللي هم اشتغلوا فينا، ما تشتغلوا بشغل بتاعت انه احنا نشتغل عمل بتاعت المجتمع الدولي ونحن نشتغل عمل بتاعت انه يا اخي تفاصيل. اشتغلوا نفس الشغل اللي